أهو الصوص ده بقى أنا ما أقدرش أستغنى عنه أبدًا في تلاجتي، دايمًا بيبقى موجود فيها باستخدمه في حاجات كتير، عبارة عن إيه، أول حاجة أنا معايا هنا كوباية من السكر حطيتها كده في حلة على النار، على نار تكون هادية أو متوسطة، وابدئي كده بالحلة حركيها شمال ويمين لحد ما السكر يبدأ يكرمل معايا، وما ياخد يعني ياخد لون دهبي بس مش غامق أوي، تمام، ابدئي كده قلبي بسباتيول ما يكونش معلقة معدن، وبعد ما يدوب خالص السكر كده هتبدئي تنزلي بمعلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة. أول ما تدوب معاكِ الزبدة أو السمنة دي، ابدئي بقى نزّلي المكون اللي بعد كده وهو نُص كوباية من المَيّة المغلية، أول ما هانزل بنُص كوباية المَيّة المغلية دي زي ما أنتم شايفين كده هتعمل فوران معايا، ابدئي كده سايسيها واحدة واحدة لحد ما تفُك معاكِ الكُتل اللي بتاعة الكراميل دي، تمام، بعد ما فكيتها واتأكدت إن هي رجعت لوضعها الأولاني واتبقت سايلة كده معايا تاني، هابدأ أحضّر بقى معايا نُص كوباية من الحليب وأحُط عليها معلقة كبيرة هرمية من النشا وأدوّبها فيها كويس جدًا، وبعد ما أدوّبها كويس أروح نازلة بيها بقى على الإيه، على الكراميل بتاعي، هتربط معايا صوص الكراميل ده وهتخلّيه قوامه حلو جدًا، جدًا، ده غير كمان الحليب هيدّي له طعم جميل أوي. ابدئي بقى قلّبي كده على طول لحد ما تاخدي القوام اللي أنتِ عايزاه ده. بعد ما خلاص خلّصناه كده، هنبدأ نصُبّه بقى في أي حاجة عندِك وحطّيه في التلاجة لاستخدامات كتير جدًا، جدًا، بجد تحفة.